المغرب يفتتح كأس أفريقيا بفوز خرافي، انتصار بثنائية نظيفة، أداء قوي ورسالة واضحة منذ البداية. المنتخب المغربي يدخل البطولة بثقة الكبار ضمن العشر الأوائل عالميا، وجاهز لصناعة بطولة استثنائية على أرضه وبين جماهيره. الدقيقة العاشرة ركلة جزاء، فرصة مبكرة وسفيان رحيمي يتقدم والتنفيذ يضيع، لكن الضغط لا يتوقف. بداية الشوط الثاني استحواذ مغربي كامل، تمرير ذكي، لمسة ملكية، إبراهيم دياز يسجل الهدف الأول ويفك شفرة المباراة. ثم تأتي لقطة الليلة، الهدف الذي أشعل المدرجات. أيوب الكعبي مقصية على الطائر، هدف عالمي، هدف خرافي يعيد للأذهان أجمل لحظات البطولة. ثنائية نظيفة أمام منتخب جزر القمر، بداية مثالية، ومغرب يقول للجميع اربط الأحزمة، كأس أفريقيا بدأت الآن. وفي نهاية المقطع إذا عجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نصل لأول 1000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.